بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. ولو أنت جاي من الفيديو اللي فات، لأ أنا مصورتوش بعد ما قفلت. الصراحة دخلت نمت وده تاني يوم. امبارح كان الجمعة، الفيديو متصور الجمعة، و احنا النهارده السبت بعد ما رجعت من الجامعة. فأنا مصورتش حاجة، بس عادي خلينا نبتدي، مفيش أي مشاكل. النهارده إحنا جايين نتكلم عن مبادرة رواد مصر الرقمية كلها، من أول التقديم لحد إيه المحتوى اللي بيبقى فيها لحد أمّا تخلّصها. بس أنا ما خلّصتهاش، فمش عارف أوصل الحتّة دي. يعني إيه، الصراحة قُلت إيه، يعني أستنى الأسبوعين أنا فاضل لي فيها أسبوعين تقريبًا، أسبوعين أو 3 مش فاكر. فاضل لي فيها الفترة دي. قُلت بعد أمّا أخلّص عشان أنقل التجربة كاملة، بس إيه، التقديم مفتوح دلوقتي عشان الناس تلحق وبتاع، فنزّلي الفيديو دلوقتي. ويعني في الآخر دي مش مهمة، المهم يعني اللي بيحصل إيه، في الprocess نفسها. فالتقديم إزاي؟ أنت بتخش على مبادرة رواد مصر الرقمية، الموقع بتاعهم اكتب كده مبادرة رواد مصر الرقمية أو ديبي DEPI، P اللي هي P تقيلة، P for pen، P for صح، تمام. فبتخش وتسجل عادي جدًا. إيه هي شروط القبول؟ ما أعرفهاش، ما أعرفش. طب أنت اتقبلت إزاي؟ ما أعرفش. المفروض يُقال إن أنت بترفع أو مش بترفع، إن أنت بتمتحن امتحان إنجليزي، تمام. هو يُقال وأنا امتحنت فعلًا امتحان الإنجليزي ده، بس هل شروط القبول بتبقى على امتحان الإنجليزي ده فعلًا؟ لأ. يعني هو امتحان إنجليزي أهبل جدًا، أنت مش محتاج تكون عارف إنجليزي أصلًا عشان تحله. امتحان إنجليزي MCQ كله، شوية يعني grammar عبيط موت. هتجيبه بالويم بالسنس، الإنجليزي الحاجة بالسنس أصلًا، كلمتين من هنا على كلمتين من هنا وبتاع، شكرًا بس. بتلاقي نفسك عدّيت الامتحان. ممكن تتقبل حتى لو أنت حالل الامتحان كلّه صح، تمام. ممكن ترفض حتى لو أنت حالل الامتحان كلّه صح، تمام، عادي جدًا برضه. إيه هي الشروط اللي بيقبلوا بيها؟ أنا مش عارف. هل بيقبلوا بالدرجات؟ أثناء الرفع يطلبوا منك الtranscript اللي هو سجل الدرجات بتاعك بتاع الجامعة، لو أنت يعني إيه، لسه في لأ، يعني أنت لسه بتدرس يعني. هو عامةً في 2 تقديم، في تقديم للخريجين وفي تقديم للطلاب. فأنا هاتكلم دلوقتي على تقديم الطلاب. بترفع الtranscript بتاعك. أعرف ناس جايبين GPA أعلى من بتاعي، وعادي عاملين جامد جدًا في الإنجليزي واترفضوا. ليه؟ ما أعرفش. فما أعرفش شروط التقديم إيه، أو قصدي شروط القبول إيه. فدي أنت وحظك بقى، تمام. نشرب شاي بس. تمام. آآ دي كان أول نقطة. فكرة القبول إزاي؟ ما فيش. هو أنت بس تخش تملى بيانات كتير، بيحدد لك ميعاد امتحان إنجليزي، تخش تمتحنه فما فيش شروط الامتحان بس إيه، بتنزّل براوزر معين اسمه آآ safe browser، ده بيكلبش لك الجهاز كله. ما ينفعش تبقى فاتح أي حاجة تاني والبتاع ده شغال. هو بيسيطر على الجهاز كله حرفيًا، يعني ما بيسيبلكش أي حاجة تعرف إن أنت تتحكم فيها. هو أنت شغال جوه البراوزر ده بس. البراوزر ده بيبقى limited جدًا، دوبك تفتح من عليه الموقع، بيforce إن هو يفتح الكاميرا والمايك، وبتبقى أنت قاعد متراقب نوعًا ما. وبتحل الامتحان، امتحان عبيط جدًا، شكرًا، سلام عليكم، بس. وتتقبل أو تترفض بعد ما كل الامتحانات تخلص، تمام. يعني هو في دفعات، دفعة أولى، تانية، تالتة، مش عارف إيه وكده. عامةً مبادرة رواد مصر الرقمية دي بقى لها إلى الآن 3 راوندات، بقى لها 3 مرات تتعمل. أنا حاليًا هاتخرّج من المَرّة التالتة إن شاء الله، واللي هتفتح دي دلوقتي هي المَرّة الرابعة. دخلت على الويب سايت بحيث إن أنا أقدّم على الدورة الخامسة، قصدي الدورة الرابعة دي، لقيته بيقول لي ما ينفعش، مش عارف ليه. يعني بيقول لي عشان أنت لسه في الدورة التالتة، ممكن بقى تقدّم في الدورة الخامسة. فأنا ما فهمتش ليه، بس مش مهم، كده، كده مش هاقدّم فيها تاني يعني. بس إيه، خلّينا نخش في تفاصيلها. دلوقتي المبادرة دي أنت بتخش تقدّم على كذا track، تراكات كتيرة جدًا. هي تحسّها ITI بس على صغيّر شوية. فيها تراكات كتيرة جدًا، فيها data science، فيها data analysis، فيها UI UX، فيها front end، back end، full stack، موبايل، cyber security، مش عارف cloud، مش عارف network، مش عارف إيه، كل حاجة، فيها كل حاجة، ما فيش حاجة تقريبًا مش فيها. يعني لو لقيت صورة بالتراكات اللي كانوا فاتحينها هابعتها لكم، هاسيبها لكم هنا يعني. آآ فيها كل حاجة تقريبًا. بتخش تختار التراك. هل امتحانك بيكون ليه علاقة بالتراك ده؟ أبدًا، ما بتمتحنش في أي تراك من التراكات دي. هو زي ما قُلت لك كل شروط القبول بتعتمد على الامتحان الإنجليزي والtranscript بتاعك. هُم بيحسبوها إزاي مع نفسهم، أنا ما عنديش فكرة الصراحة. بتختار التراك. أنا شخصيًا اخترت تراك data analysis. بتختار الشركة، مش بتختار الشركة، أنت بتختار
اللوكيشن بتاعك انت تبع انهي محافظه، تبع انهي مدينه، تبع مش عارف ايه الحاجات دي كلها. و بيزد على ده انت بتتعين مع شركه. هي بمنتهى البساطه وزاره الاتصالات عندها، هي وزاره الاتصالات اهي، تحتها مثلا 5 شركات. 5 شركات دول كل شركه ماسكه حته في مكان ما، وانت على حسب انت بتتحط فين، وحسب انت مثلا انهي محافظه، انهي مدينه، انهي مش عارف ايه، انت بتتاخد تتحط في الشركه دي. الشركه دي هي اللي بتكون مسؤوله عن، في الاغلب هي الشركه دي، الشركه الواحده اللي انت عينت لها دي مسؤوله عن التكنيكال سيشنز والنون تكنيكال سيشنز والانجلش سيشنز. انت عندك جوه البتاع دي سيشنز مختلفين. جدولك ايه بقى، انت حضرتك جدولك ومش عارف ايه. بيكون عندك مرتين في الشهر بتنزلهم اوفلاين، تروح مكان ما، سنتر او مكان ما. هي مش شركه يعني، انت بتروح مكان في ورك سبيس بتاع شركه كده عبيطه، بتحضر فيها البتاع فيزيكال مع ناس زيهم زيك وخلاص. وبقيه البتاع كله بيبقى اونلاين، سواء تكنيكال او نون تكنيكال. معايا انا كان اي سيشن اوفلاين بنزلها دي كانت دايما بتكون السيشن التكنيكال. ايه السيشن التكنيكال دي؟ السيشن اللي انت بتتعلم فيها التراك اللي انت مختاره، تمام. دي كانت بتبقى مرتين في الاسبوع. في سيشن تاني نون تكنيكال، ده بقى ايه؟ هيقرفك في عيشتك، ممل جدا، انا ما بحبوش. بتاع الكوميونيكيشن سكيلز، وازاي بتظبط السي في، وازاي تظبط لينكد ان بتاعك، وازاي تعمل مش عارف ايه، كل الكلام ده صراحه كان مقرف جدا بالنسبه لي. حلو جدا على فكره لو انت ما عندكش LinkedIn، لو أنت ما جربتش تعمل CV قبل كده، لو أنت ما عندكش portfolio ويب سايت، لو أنت ما عندكش الحاجات دي كلها، هيفرص عليك إن أنت تعمل الحاجات دي غصب عنك، لإن دي هتكون تاسكات عليك ولازم تقدمها لكل session ومش عارف إيه والكلام ده. فهيفرص عليك الموضوع، هتبقى مُجبر إنك تعمله حتى لو أنت مش حابه. بس في حالتي أنا برضه يعني تمام، أنا كنت عامل شوية فيهم يعني تمام، عندي ويب سايت، عندي مش عارف CV، عندي LinkedIn، عندي مش عارف إيه. هتلاقيهم تحت الحاجات دي في الكومنتات، قصدي في الديسكربشن. ف already عندي الحاجات دي، فأنا نوعًا ما كنت قاعد اللي هو كده الموضوع ممل جدًا. ف فاللي هو إيه، الsession ده بالنسبة لي كان ممل، بس هو مفيد جدًا، 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 وهيعلّمك حاجات حلوة جدًا، خصوصًا في الcommunication والكلام ده. طبعًا based على الinstructor اللي هيكون معاك. طبعًا الinstructor بيدّيك technical، مش هو الinstructor بيدّيك non technical، مش هو الinstructor اللي بيدّيك إنجليزي. وأيوه في sessions إنجليزي في البتاع ده. هو أنت بتقعد أول فترة مش عارف قد إيه، هي البتاعة دي عامةً حوالي 5 شهور أو 6 شهور، يعني أنا بادئ من نُص 7 تقريبًا، بادئ من نُص 7 وهاخلّص في أول 12، 7، 12، 11، 12 مش عارف حاجة كده يعني. فأنت بتقعد حوالي سكة من 5 ل6 شهور. البتاعة دي زي ما قُلت لك ال3 أنواع الsessions دول، بتقعد أول فترة في حياتك بتاخد سيشنين technical في الأسبوع، وواحد non technical بيعلّمك الCV writing، الويب سايت، إزاي تعمل portfolio، الLinkedIn مش عارف إيه، الحاجات الجميلة دي. بتقعد فترة كبيرة جدًا في الphase دي. بعد كده بتكمّل technical زي ما أنت مرتين في الأسبوع، ولكن الsession الnon technical ده بيتحوّل لsession اسمه coaching session. coaching session ده بيعمل إيه؟ ده هدفه الأساسي والأخير يخلّيك تشبُك في شغلانة freelancing ما. يعني وفي فيديو عن الfreelancing جاي، أنا احتكيت كتير جدًا بقى بمواقع الfreelancing، عمري ما كنت متخيّل إن أنا أفتح موقع freelancing واحد بس. نشرب شاي برضه عشان بس إيه الكلام يعني هيحلو. عمري ما كنت متخيّل إن أنا هاحتك بأي موقع freelancing، بس أنا احتكيت بسببهم هم بجد، فدي ميزة كبيرة جدًا. وهاتكلّم أكتر عن أنا عملت إيه في حتّة الfreelancing دي في الفيديو بتاع الfreelancing فقط، فيديو منفصل عن الfreelancing كتجربة. ولكن هي الsession دي بس اسمه coaching session. ده هيخلّيك تعمل مواقع، وتعمل ويب أكونتات على مواقع الfreelancing بقى upwork، خمسات، مش عارف إيه الحاجات دي كلّها تعمل. وهيفُرص عليك إن أنت تقدّم، وهتلاقي في الinstructor بتاعك أو بتاعتك أيًا كان، هتقعد معاك وأنت بتكتب proposal لكل عميل، وهيفُرصوا عليك إن أنت تقدّم. وهنا بقى هنا بقى نيجي لنقطة التخرُّج بتاعة المبادرة دي، إزاي تتخرّج. أنت هتتخرّج بالsessions دي، sessions الnon technical، سيبك من الtechnical ده بقى، أنت عندك sessions الnon technical. هنا أنت مُجبر إنّك تسلِّم 3 gigs. يعني إيه gig؟ يعني مهمة صغيّرة، مهمة، تكون عملت مهمة، شُغلانة freelancing عملتها. 3 تكون عملت 3 شُغلانات هترفعهم على المنصّة، وفي 2 فريقين يعني هيراجعوا البتاع ده، سواء مفبرك أو لأ، سواء هو حقيقي أو لأ، مش عارف الtask دي فعلًا task والّا حاجة في الأونطة منّه، هل هي بتوافق الrequirements بتاعة المبادرة يعني والّا لأ.
approved تمام، عندك 3 approved أنت كده تمام، هتاخد شهادة اسمها شهادة achiever باين شهادة الachiever دي اللي هي الشهادة الإيه، أنت جامد، أنت كده شخص توب. والله ما سلّمتش البتاع ده، بتاخد شهادة اسمها شهادة attendance دي اللي هي الشهادة المعفنة، اللي هو أنت حضرت معانا يعني وخلاص تمام. طب الtechnical ده أنا كنت فحل technical ما لناش دعوة. المبادرة دي هدفها الرئيسي كلّه يعني هي هدفها المُعلن هاعلّمك track جامد تخرج منّه عن تيل وكل الكلام ده. هدفها الغير مُعلن إيه، وهو ده الهدف الرئيسي أصلًا، إن أنت لازم هتطلع من هنا عامل شوية دولارات كده من على موقع العمل الحُر، عشان الهدف إن إحنا نطلّع freelancers ده الهدف من المبادرة دي من الآخر يعني، إن هو عايز يطلّع freelancers ده مش عيب، بس إيه، أنا مفهّمك الدنيا، هتلاقي في تركيز شديد أوي على حتّة الfreelancing دي أكتر من حتّة الtechnical بكتير، بكتير جدًا كمان، فده عيبها الوحيد يعني. يا إمّا تسلِّم 3 شغلانات 3 gigs ويبقى approved أو تعمل شغلانة واحدة قيمتها $300 آآ فده لو أنت عملت ده بتاخد شهادة اسمها achiever لو أنت ما عملتش ده بتاخد شهادة اسمها attendance لو أنت بقى مش عارف وتخطيت limit ما في الفلوس بتاعة الfreelancing وبقيت جامد موت، بتاخد شهادة اسمها شهادة pioneer ودي مش عارف بتكون واحد بس على محافظة باين، على كل محافظات بيبقى في مش عارف هم 3، 4 pioneers على مدار المبادرة كلّها، كلام كده كبير سيبك منّه، عادي مش لازم تبقى pioneer يعني، هو بس إيه، ضبّط الgigs بتاعتك وخلّيك خُد الشهادة بتاعة الachiever دي وخلاص تمام، بس كده. آآ فدي كانت كل هدف مرحلة الcoaching وقدّام بتتحوّل إن أنت بعد ما تخلّص مرحلة الcoaching دي هي بتفضل مكمّلة معاك لحد الآخر تمام. بتوصل بقى إن أنت بقى عندك أنت دايمًا عندك 3 sessions في الأسبوع، في الأول بيبقى عندك 2 technical وواحدة في النُص non technical بعد كده بيبقى عندك واحدة 2 technical برضه وواحدة في النُص coaching تمام، آخر حاجة بقى وده الphase اللي أنا فيها حاليًا، بيبقى عندك 3 sessions بس، واحدة technical وواحدة coaching واحدة إنجليزي ودي أرخم واحدة فيهم كلّهم بأمانة ما لهاش أي لازمة، بس هي محطوطة حشرة كده وخلاص في آخر شهر تقريبًا والّا آخر شهرين آخر شهر ونُص، مش عارف هُم 5 sessions total والّا 6 حاجة كده في العبيط منّه يعني، بس اللي هو فاهم كده يعني، سواء بتحب الإنجليزي بتكره الإنجليزي أنت تكره الsession ده، session ما لوش أي معنى، بتقعد 3 ساعات، بالمناسبة الsession 3 ساعات فيهم كلّهم، بتبقى قاعد اللي هو فاهم خلاص بقى خلّصينا يا حاجة عايزين نمشي، فده بيكون أمَل واحد، بالنسبة لي الtechnical أحسن واحد فيهم، يليه بتاع الcoaching ده إن هو بيغصب عليك الحاجة حتى لو أنا ما باحبوش، بس بيغصب عليك إن أنت تشتغل، وبتاع الإنجليزي ده ما لوش أي لازمة، سيبك منه. آآ على مدار المبادرة بيكون عندك امتحانين، واحد بعد أمّا بتعدّي شهر أو شهرين مش عارف حاجة كده، والتالت وأنت بتفنِّش في آخر الشهر، واحد في الأوائل وواحد في الأواخر. امتحانين technical دول بيبقوا MCQ امتحانين هبل موت، يعني مش لازم تحرق نفسك عشانهم، امتحان بيخلص في ما فيش ربع ساعة بالكتير، ده أنت لو طوّلت جدًا هيبقى ربع ساعة، يعني أنت كده فاشل فاهم، هتقعد ربع ساعة شكرًا MCQ وبيبقى على نفس النظام بتاع الامتحان بتاع الإنجليزي، عادي امتحان يعني في الهليلي منه، بس أنا لسه فاضل لي امتحان مش عارف إمتى، أظن هيبقى يوم التلات الجاي، مش عارف إن شاء الله يعني. بس يعني دي كان كل التفاصيل اللي هتحتاجها، آخر بقى حاجة وهي مشروع التخرُّج، طبعًا مش إحنا برضه مدّينك track technical والمفروض يعني إن ده الtrack الرئيسي بتاعك، فأنت على مدار المبادرة بتقعد تتعلّم حاجات وبتيجي في الآخر إنّك تعمل مشروع يخُص الtechnical بتاعك. أنا track data analysis فمشروع التخرُّج بتاعي data بapply عليها كل الphases بتاعتنا مع phase كمان self study اللي هي predictive analysis لو حد يعني مهتم، آآ فده اللي هنسلِّمه في الآخر وده هيتقيّم ومش عارف إيه والكلام ده، وبتاخد rank في الآخر وحوار كده ومش عارف وbased على المشروع بتاعك لو أنت من أول مش عارف كام مشروع بتاخد مش عارف شيك ب5000 جنيه، حاجات كده عبيطة يعني، سيبك منها ما تركّزش في الحاجات دي، حاول ما تركّزش في الحاجات دي، حاول تركّز إن أنت تطلع من البتاع ده بأكتر قدر ممكن من الاستفادة، الinstructor بتاعك يعني الراجل ده هيبقى فاهم، يعني الراجل ده هيبقى فهمان لإن هو مش دكتور في جامعة، يعني من الآخر هو فاهم هو هيقول لك إيه. في الأغلب الراجل ده شغّال، يعني في الأغلب الراجل ده شغّال ما شاء الله الinstructor بتاعنا شغّال في مكان يعتبر كويس، آآ ف فأنا باحب أتكلّم معاه، يعني بعيدًا عن الsession باحب أتكلّم معاه أستنبط منّه شوية معلومات فاهم، خصوصًا إن أنا حبّيت المجال ده يعني مجال data analysis كان من بعيد كده عمّال بابُص عليه، بعدين لمّا لقيت الفرصة بتاعة المبادرة فقُلت أخُش أتعرّف عليه فيها.
والصراحة المجال حلو، ممكن نعمل عنه فيديو كroad map أو كده، نتكلم عنه يعني. آآ عايزين نقول إيه تاني؟ إيه المستوى اللي أنت تخرج منه من المبادرة؟ والله هي ما لهاش مَلكة، هي based على الinstructor بتاعك. يعني طبعًا هنفترض إن أنت شغال، هنفترض إن أنت خلاص الجزء اللي عليك إن أنت تبقى شغال ده تمام معاك. يعني بتقع على الinstructor بتاعك والشركة بتاعتك. زي ما أنا قُلت لك أنت بتتوزّع على شركات، حظّك بقى لو أنت وقعت مع شركة أونطة، تمام، بتلاقي ما فيش متابعة، بتلاقي ما فيش يعني ما فيش اهتمام، بيقولوا لك مثلًا عندك task هيقولها لك مثلًا هي بُكرة، تسليمها بُكرة ويورّيها لك دلوقتي، فاهم، 00:00 فاهم، إحنا دلوقتي مش 00:00 دلوقتي 02:00 بس هنفترض إن إحنا 00:00 دلوقتي وعندك تاسكاية بُكرة تسليمها مش عارف الساعة 15:00 مثلًا أيًا كان يعني، فبيقولها لك دلوقتي اللي هو تيمات مشروع التخرُّج آآ أنتم تيمات بالمناسبة وأنتم بتدبّقوها مع بعض عادي. يعني المفروض عندنا كنا بندبّقها مع بعض، ما أعرفش تبقى طبعًا إيه مختلفة، ممكن instructor يقول لك لأ أنا اللي هاحُط التيمات أيًا كان يعني. بتلاقي برضه إن هو يقول لك يالّا اعمل team وعايز بُكرة فاهم، طبعًا based على الشركة. أنا اتقال لي إن اعمل team قبلها بأسبوعين، اتقال لي إن في مشروع قبلها بأسبوعين، الموضوع كان حلو يعني، instructor معايا كويس جدًا، والnon technical instructors كويسين جدًا، في متابعة من الشركة. بالمناسبة الشركة اسمها iLearn، دي الشركة اللي أنا فيها دلوقتي. شركة حلوة جدًا وفيها متابعة والناس اللي فيها محترمين موت كلّهم، فهتلاقي الموضوع حلو يعني. وبمناسبة الsessions الnon technical دي، أنا باقول لك مش هتنزل شركة ولا حاجة، أنت هتفضل قاعد كده فاهم، وقدّامك كمبيوتر والراجل قاعد بيتكلم قدّامك وخلاص، عادي أكنّك قاعد في الجامعة، بس الsession حلو، هتشوف ناس، هتعرف ناس. بالنسبة لي الاستفادة الأكبر من المبادرة دي الconnections اتعرّف على instructors كويسين جدًا، و الناس اللي معاك، صدّقني الناس اللي معاك هتستفاد منهم، هتعرف ناس جديدة وممكن يزقّوك، لقيت حد أكبر منّك هيساعدك، لقيت حد في نفس مستواك هتزقّوا بعض وبتاع. المبادرة حلوة والناس اللي فيها حلوة لأ المبادرة حلوة تحس كلمة بامبي أوي كده. هي الدنيا حلوة عامةً، وطبعًا زي ما قُلت لك based على الشركة اللي أنت وقعت معاها. شركة iLearn اللي أنا فيها شركة كويسة، ما أعرفش أسامي الشركات التانية إيه، بس لو وقعت مع الشركة دي فهي إن شاء الله يعني إيه، هتاخد أداء محترم. آآ مستواك اللي هتطلع منه إيه، زي ما قُلت لك آآ مش هتطلع mid level حتى data analyst يعني أو حسب الtrack اللي أنت فيه، هتطلع junior عادي، يعني junior ومحتاج تبقى محتاج شوية كمان، يعني محتاج تتّك عشان حتّة كمان عشان تبقى junior officially يعني فاهم؟ فهي بس هتاخدك تغصب عليك إنّك تتعلّم شوية حاجات بس، فأنت تبقى خارج. يعني أنا مثلًا في track data analysis تمام، أنا أقدر أمسك مشروع من أوله لآخره أعمله بكل الphases بتاعة الanalysis. quality الشغل بقى هي دي فعلًا اللي ناقصاني، عن طريق إن أنت تستخدم tools أكتر، عن طريق إن أنت تعمل مشاريع أكتر، مش عارف إيه، وتمَر على domains أكتر وهكذا. فده المستوى اللي أنت هتطلع بيه، ما تنساش أنت هتطلع فحل في الtrack اللي أنت اخترته، بس أنت هتطلع عارف تقريبًا الoutline كلّه معاك، وتقدر إن أنت تبدأ إنك تقدّم في شركات كintern بس. هيبقى معاك CV محترم جدًا لمّا تخرج منها، مش عشان أنت قدّمت فيها، يعني سيبك من إن أنت DB، ما هيبقى مكتوب في الCV بتاعك DB، سيبك من الكلمة دي، ما تكتبهاش، أنا مش عايز كده ما تكتبهاش، أنت حرفيًا اللي هيقوي الCV بتاعك المشاريع اللي أنت عملتها هناك. إحنا مثلًا عندنا كل شوية كل فترة instructor يروح جاي مدّيك data set، امسك يا ابني اضبط لي بقى كل الphases اللي إحنا اتعاملناها لحد دلوقتي، تك، 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 فبقى عندك already قدر ما من المشاريع تقدر إن أنت تحطه تساعده تساعدك في الCV إن هو يتشاف ويتقبل في interview ومش عارف إيه، وال ال ال يساعدك كمان في حتة الfreelancing، إن أنت المفروض لو أنت مثلًا هتقدم كfreelancing في مثلًا في الtrack بتاعك أنا data analyst، فهاقدم على شغلانات data analysis في الfreelancing، فهيكون عندك لازم portfolio، فالportfolio هتملاه إزاي؟ بالمشاريع اللي أنت بتعملها في الtechnical. وبالمناسبة مش شرط خالص نهائي الحاجات اللي بتعملها في الfreelancing تكون هي نفس الحاجات اللي أنت بتعملها في الtechnical. يعني ممكن تعمل أنا مثلًا data analysis ما فيش حرفيًا gig واحدة عاملها تخص الdata analysis أصلًا، عادي. عملت CV لواحد مرّة، عملت website لواحد مرّة، عملت مش عارف إيه، تمام، فاهم؟ عملت edit لفيديو، عملت training للAI model مش عارف إيه، أي حاجة، تمام؟ نشرب شاي بس. فيعني الموضوع
مش tension ولا وِحِش ولا بتاع، لأ الموضوع جميل جدًا، أرشّح أي حد إن هو يقدّم، هي كويسة جدًا. وأحسن ما فيش يعني فاهم، أحسن ما فيش، أنت هتقعد هي ما فيهاش ضغطة اللي هي عادي يعني 3 مرات في الأسبوع، مواعيد flexible، لو أنت متضايق من ميعادٍ ما أو جروبٍ ما ممكن إن أنت تبدِّل، بس طبعًا كل ما كان بدري كل ما كان أفضل. بس يعني ده تقريبًا كل حاجة، لو حد عنده أي أسئلة تانية يقولها تخصّها يعني، هي بس أنا فاضل لي أسبوعين وأتخرّج، حاليًا باعمل مشروع التخرُّج بتاعها، راضي مع مشروع التخرُّج الجامعة، فالموضوع قوي أوي يعني، فعايزين كده إيه نشد حيلنا شوية فاهم، وحمّسوني بلايك وشير وسبسكرايب عشان النفسية هنا فاهم كده، فإيه ده كان كل حاجة عن المبادرة، ما فيش حاجة تانية أقولها أظُن يعني. بس ممكن بقى باعمل لكم فيديو ماذا حدث أثناء مشروع التخرُّج، المناقشة بتاعة المشروع بتتم إزاي، ماذا بعد المشروع، باخد الشهادة إمتى، إيه الحفلات عشان في حفلات بتتعمل حفلات تخرُّج، مين اللي بيحضر الحفلات دي، وبيحضرها based على إيه، تقريبًا هي علاقة أكتر بالfreelancing برضه اللي بيحضر الحفلات دي برضه ليها علاقة بالfreelancing، هم مهتمين جدًا بالfreelancing يعني، بس فالحق قدِّم المفروض التقديم مفتوح يعني، الحق قدِّم ولو حابب إن أنت تخش data analysis خش data analysis جميلة، ولو عايز فيديو عن data analysis قولي، قولوا كلّكم، وعايزين فيديو عن الfreelancing قولوا، أنا هاعمل كده، كده فيديو عن الfreelancing، لو عايزين فيديو عن data analysis قولوا، بس. لكن كده، كده في فيديو عن الfreelancing جاي، فيديو قوي أوي لإن أنا مشيت حبّة فيه حلوين واتخنقت يعني فاهم، يعني إيه كان دايمًا يقول لك إيه، اشتغل freelancer أحسن ما تشتغل في شركة عبد عند لأ وأنت عليك تبقى عبد برضه، بس إيه عبد بطريقة مختلفة شوية، فبس. شكرًا لمشاهدة الفيديو. إن شاء الله ما ننقطعش أكتر من كده، أنا واثق عن إيه، امتحانات ومشروع تخرُّج وبتاع، فهتلاقيني انقطعت كده، كده، يعني أنا هاقول لك كده إن أنا مش هانقطع، بس أنا هانقطع يعني، فإيه، نمشّي الدنيا إيه ونحب في بعض والدنيا جميلة، like share subscribe للقناة يا أخواتي، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مش عارف إيه، وبس كده، أشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.